ازيكم؟ احنا النهارده في عز المعمعة في صيف 2026. 48 منتخب بيطحنوا بعض في امريكا وكندا والمكسيك. نظام جديد وفرق اكتر ومفاجآت بالكوم. وشوارع امريكا المتعودة على كرة السلة والبيسبول فجأة لقيت نفسها غرقانة في بحر من الجماهير اللي بتهتف بلغات ما تعرفهاش. سؤال واحد بس بيطرد كل واحد فينا وهو قاعد بيشرب شاي بالنعناع وبيتابع الماتشات: مين هياخد الكاس؟ هتقولي البرازيل عشان السامبا، ولا الارجنتين عشان نكمل اسطورة ميسي، ولا يمكن اتس كامينج هوم وانجلترا تفك النحس؟ المشاعر حلوة بس في حضرة العلم بتتركن دايما على الرف. احنا مش هنضرب الودع ولا نقرا الفنجان، احنا هنجاوبك بلغة الارقام وتفكير الآلة. اوبتا سوبر كمبيوتر، الكمبيوتر الخارق الخاص بشركة اوبتا. مبدئيا كده شركة اوبتا للإحصائيات جابت الكمبيوتر الخارق بتاعها وراحت مدخلة فيه كل الداتا اللي تتخيلها، من تاريخ المنتخبات ومستوى اللعيبة إلى الإصابات ومسار المجموعات، ده حتى مين هيلعب فين ومين هيركب طيارة مسافتها أطول من التاني. الكمبيوتر ده ما عملش محاكاة للبطولة مرة ولا اتنين، ده عملها أكتر من 10,000 مرة. النتائج اللي طلعت صدمت ناس كتير، خصوصا إن إحنا شايفين البطولة قدام عينينا، وفي مفاجآت بتحصل كل يوم، زي إنه هايتي بتودع مبكرا وإسبانيا بتتعادل في البداية، ومنتخب مصر بيلعب ماتشات حاسمة مع نيوزيلندا في المجموعات. بس خلينا نبص على الصورة الكبيرة. الكمبيوتر قال ايه قبل صفارة البداية واللي لسه مأثرة على التوقعات لحد دلوقتي؟ وهقول لك دلوقتي ترتيب اوبتا لأقوى 8 مرشحين للفوز بكأس العالم 2026، وأكتر منتخب مرشح للفوز هو منتخب إسبانيا، ونسبة فوزه بالبطولة هي أكبر نسبة 16.1. ونيجي بقى لتاني أقوى مرشح في المجموعة منتخب فرنسا بنسبة 13%، وثالث مرشح محتمل هو إنجلترا بنسبة 11%، وفي المركز الرابع منتخب الأرجنتين نسبته تصل إلى 10%، وخامس مرشح للفوز بالبطولة هو البرتغال ونسبته توصل ل 7%، والمرشح رقم 6 هو البرازيل ونسبتها 6%، والمرشح السابع هي ألمانيا ونسبة فوزها بالبطولة 5%، وآخر منتخب معانا وفي المركز الثامن هو هولندا ونسبة فوزها 3%. وزي ما احنا شايفين المنتخب الاسباني في الصدارة. هتقولي ازاي وهو بدأ البطولة بتعادل سلبي واداء مخيف؟ هقولك اهدى كده وافهم تفكير الروبوتات. الكمبيوتر بيوصل للمنظومة للاستحواذ أو للسيطرة، وإسبانيا بطلة يورو 2024 وعندها جيل شباب مرعب بقيادة لامين يامال، لكن رغم التعادل في البداية نزل نسبتهم لصالح فرنسا في التحديات اللحظية، لكن إسبانيا في محاكاة 10,000 مرة هي الوحيدة اللي نسبة وصولها الربع النهائي عدت 50%. يعني بالعربي كده إسبانيا في الدور الثمانية وجودها شيء مضمون بلغة الأرقام. يجي بقى للديوك الفرنسية المركز الثاني بنسبة 13%، واللي نطت للمركز الأول مؤقتا في التحديات الحية بعد تعثر إسبانيا. يعني مبابي وشلته هم البعبع في أي بطولة. We are ready. Rabiot, Mbappe, Thuram, لأن فرنسا طريقها في المجموعات ما فيهوش هزار، لكن الكمبيوتر عارف إن الديوك لما بتدخل الأدوار الإقصائية بتقلب نسور. نسبة وصولهم النهائي لوحدها معدية ل 20%، ودي نسبة كبيرة. وفي المركز الثالث أصحاب مقولة It's coming home، يعني المنتخب الإنجليزي واللي نسبته بتوصل ل 11%. أنا عارف إنك بتضحك وعارف إنه إنجلترا في اللحظات الحاسمة بتعمل إيرور، بس الإحصائيات ما بتهزرش. إنجلترا عندها جيل مليان كله نجوم، والأهم من ده كله مسارهم في البطولة حسب القرعة بيعتبر الأسهل لحد ربع النهائي. الكمبيوتر هنا ما بيشوفش النحس التاريخي، ده بيشوف داتا وجودة لعيبة ومسارها المريح. في المركز الرابع التانجو الأرجنتيني.
تانجو الأرجنتيني واللي نسبته بتوصل ل 10%. أبطال العالم وحاملين اللقب. ميسي بيحاول يكتب السطر الأخير في أسطورته، والذكاء الاصطناعي مديهم فرصة قوية جدا للحفاظ على اللقب، وهم أقوى فريق مرشح متصدر مجموعته بنسبة 73%. بس الطريق النهائي صعب جدا ومحتاج مجهود جبار. هل الكمبيوتر ده نبي يعني ما بيكذبش؟ لا طبعا، كرة القدم في النهاية بتتلعب على النجيل الأخضر مش على الهارد ديسك. يعني إصابة لاعب أو طرد غبي بسبب إنذار أو حتى مفاجأة من فرقة زي النرويج أو اليابان، كل ده ممكن يقلب الحسابات ويصعد فريق محدش عامل حسابه. خلينا نتفرج، وأنا توقعي في النهاية إن الضيوف هي اللي هتصيح في الآخر. سلام.